هو لو كده على كده هيجوا هنا في تعالى يا عم صلاح، تعالى يا عم فتحي، تعالوا نقعد على الكراسي هنا اهو. يا جماعه عايزكم يا جماعه، انت بقى دورك بقى زق الناس دي وعدي الناس. يلا يا فندم، يلا يا استاذ عدي، لما تعدي وسع السكه. احنا بنزق من ورا بعد اذنك. يلا يا جماعه. والقرآن الحكيم. خليك هنا عشان في الأول، خليك هنا عشان أول واحد هنا. إنك لمن المرسلين. ارجع ورا، ارجع ورا، في ناس هتقعد هنا يا جماعة. ارجع ورا، ارجع ورا. تعالى لي انت هنا، تعالى لي معايا. تنزيل العزيز بعد اذنكم محدش يعدي هنا بعد اذنكم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني نرجع لورا، مش هنزق الكراسي على الناس. يعني بصوا يا جماعه، استنى يا جماعه، ممكن نسمعوا يا جماعه لو سمحت؟ بس نهدى خالص. نسمع طيب نسمع. لا انا هوقف. ممكن بس نهدى، والله العظيم انا معاكم، بس نهدى لان يعني فاهم. تعالى زين الناحيه الثانيه. ايه السؤال حضرتك؟ يا عم بس التداعيات اللي حصل تمام يا شادي. ايوه مختلف ما بين يعني الجزء الاول اللي حصل برضه يوم الدفع انا تمسك موبايلك، انا مش عايز اتكلم، مش عايز ده مش سعودي. تعالى سيبنا كده. انا اتكلم معايا، صلينا صلاه الجنازه مع بعض. ده اليوم اللي لازم كلنا نيجي مع بعض، ده اليوم اللي لازم واحد يعني يهدى خالص ويفكر ويفتكر ابويا بخير ويدعي له، فاهم؟ فانا يعني استسمحوني، انا مش هتكلم عن اي شيء، اي خلافات. الحمد لله ربنا وفقنا النهارده. ابويا مرتاح مع اهله، مع ناس جميله، وهو ده اللي احنا بنتمناه. يعني من الاول خالص كنت على طول من اول ما طلعت على برنامج لميس وانا بقول انا عايز يعني ابويا يتعامل معامله كريمه ويبقى مرتاح. الحمد لله النهارده حققنا الحلم، يعني مش الحلم، حققنا المطلب فقط لا غير. هاخد سؤال واحد بس وبعدين بنت اخت حضرتك هتاخدها تعيش مع حضرتك ولا ايه اللي هيبقى طبع الايام الجايه؟ انا هي ليها حياتها هنا وليها مامتها وليها كل حاجه. ده انت يعني انت بتقترح مشكله غريبه يعني. لا، هي ليها امها وليها حياتها وليها اهلها، ما فيش اي داعي ان احنا ننفصل. بس تبدا اجراءاتك القانونيه زي هشام، يعني اكيد اختي، فانا لازم ابقى متواصل معاها، واحنا عيله بقى. حضرتك قلت والد حضرتك كان موصيك عليها. اكيد موصيك، وانا بوفي بوعدي. شكرا متشكرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفن أحد الصحابة: ادعوا لأخيكم فإنه يحسب الآن. اللهم ارحمه برحمتك. آمين. اللهم اغفر له وسامحه. آمين.
نعبد وإياك نستعين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله ولجميع موتانا وموتى المسلمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عايزينكم سكه يا جماعه، بعد اذنكم يا جماعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم ولا تفرق بين خلقك ولا بين يديك. اللهم أدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم متعه بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم وجازيه وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إنه قد نزل بك في أيام مباركات فكرم اللهم نزوله وحرم اللهم جسده على بعد اذنك يا سكر، بعد اذنك، بعد اذنك، بعد اذنك. بس وسعوا لنا عشان ننفس والنبي. نفس يا جماعه بعد اذنكم. ممكن يا اساتذه بعد اذنكم. احنا معاكم. ارجعوا بقى بس بعد اذنك. نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقف بره يعني بعيد عن الحته. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالثهما